مش عارف بعد الكلام اللي قاله سيدنا إنسان ضعفنا ويقبل من ضعف الكلام والمسيح الحلو. مش عارف هو قبل بس ما نبتدي موضوع النهارده يمكن في الاستمرار بتاع الترشيح المنى عشان بحق الدورة دي يمكن كان في مجموعة أسئلة مطالبين يجاوب عليها من ضمنها نقرأ الآيات اليومية ولا لأ، بنقرأ الكتاب المقدس ولا لأ، بنقرأ السنكسار ولا لأ، وطبعا في كتير طبعا ردوا لا أو نعم على أساس الدروس اللي بيحضرون في القداس، لكن جينا بالجزء اللي بيطالبنا سيدنا إنه عملنا أبحاث قبل كده ولا لأ، فجينا أغلبية تقريبا الاستمارات اللي تقدمت لنا يعني الغالبية تقريبا ما دربوش نفسهم على البحوث إنه إزاي يعمل البحث. حاجة تانية من الحاجات المهمة برضه لاحظنا إنه هل بتحضر العشية ولا لأ؟ هنا الغالبية ما بيحضروش، يا قالوا أحيانا وأحيانا بيكون كل شهرين ثلاثة ولا كل سنة مش عارف. عشان كده بترتيب الله النهارده من سيدنا كان بيتكلم عن السباحة ويمكن الاستعداد للموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. والمرة اللي فاتت يمكن اتكلمنا عن جزء نظري في الطقس، معنى كلمة الطقس، مقدمات في الطقس، أقسام الطقس، الألحان أو الطقس اللي بنصلي بيه في الكنيسة أنواع، كتب الطقس. لكن يمكن من النهارده نلاحظ شيء غريب إننا هنبتدي نكتب لمقدمة في الطقس العملي أو ممارسة الطقس. الاستعداد للقداس الإلهي طبعا كل الكلام اللي سيدنا اتكلم عنه طبعا دي مقدمات كلها للحضور الإلهي وللقداس الإلهي. بيبتدي من تسبيحة العشية، وطبعا هنا بنبدأ بأهمية حضورنا كل الطقس ده لغاية القداس الإلهي عشان نطلع مستفيدين من القداس الإلهي، والقداس الإلهي بالنسبة لنا يكون عامل بناء روحي ونقدر نمو إلى نمو ومن نعمة إلى نعمة ونبقى عايشين الطقس كحاجة. اليوم الطقس حضراتكم بيبتدي بعد طبعا مزامير الغروب والنوم، بيبتدي من اليوم السابع للقداس ويبتدي تسبيحة العشية. وهنا بيحضرني اللحن الظريف اللي يمكن كلنا حافظينه، وبعد الألحان اللي قالها سيدنا وعلمها لنا يعني اقبلوا التسبيحة البسيطة اللي احنا بنقولها من خلال تسبيحة العشية، وده بيبتدي الاستعداد للقداس. بيبقى فيه تسبيحة العشية إفصالية السبت والظروف اللي احنا موجودين والسبت النهارده طبعا حافظينها، هنراجعها مع بعض عشان هنوزع بعد كده. أفتي إن جاء
العشية بيدينا فكرة إن إحنا داخلين على فرح. بنستدعي الفرح في داخلنا وبنصلي إننا نفرح بطقس الكنيسة لغاية ما نوصل لتمام القداس الإلهي. يمكن كتير بنحضر القداس ويمكن بنخرج من القداس وكممارسة أو كتعود، إنما بنخرج من القداس. هل المسيح ثابت فينا زي ما قال لنا؟ هل احنا ثابتين في المسيح؟ هل احنا بنراجع فرحنا من خلال طقس القداس والاستعداد ليه؟ يمكن بنخرج من القداس كما كقوم عادة وبيتكرر، ندور على ثبات المسيح فينا ما نلاقوش، ندور على الهدف اللي احنا حضرنا من اجل القداس ما نلاقوش، ندور على فرحنا ما نلاقوش، وبتتحول كل حياتنا الروحيه الى مجرد ممارسات وكما لقوم العاده، انما ما نشبعش بالقداس الالهي. القداس الالهي بيبتدي بتسبيحه العشيه وبالعشيه، وبعد كده تسبيحه نص الليل زي ما سيدنا كان بيكلمنا بالتفصيل، وازاي بنبتدي ندخل السماء من خلال تسبيحه العشيه. بعد كده تسبيحه نص الليل. بعد كده بيبقى الطقس بتسبيحه باكر، وبعد كده رفع كور باكر، وبعد كده صلوات القداس الالهي. زي ما كان سيدنا بيكلمنا انه احنا بنستدعي الملائكه والقديسين والشهداء والابرار وكل الذين كملوا الايمان، وعلى راسهم سيدتنا وملكتنا كلنا والده الاله القديسه الطاهره مريم. وفي وسط هذا المحفل المقدس بيحل المسيح بجسده ودمه الاقدسين على المذبح. في وسط كل هذه الامجاد ايها الاحباء، وبنخرج من القداس بنحس اننا لا حضرنا القداس ولا استفدنا من كل الممارسات الطقسيه دي كلها، وتتحول حياتنا الروحيه الى مجرد روتين وممارسات بنمارسها، لكن ما بنبقاش عمق في علاقتنا بربنا. القداس الالهي قدس اقداس الصلوات كلها، وهنتكلم بالتفصيل بإيجاز شديد دلوقتي ايه اللي بيحصل في القداس، لكن هنا براجع كلمات ابينا الحبيب المتنيح مثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث، لما يقول لنا لما نعيش في حياتنا وفي طقس الكنيسه وفي السماء واحنا على الارض، يقول لنا ممكن نكون بنصلي، ممكن نكون بنصوم، ممكن نكون بنخدم، ممكن بنحضر القداس، ممكن بنعترف، ممكن بنتناول وملناش علاقه بالمسيح. يكرر نفس المعنى معلمنا بولس الرسول لما بيقول ايه؟ اخاف انا اللي كرست ببشاره الملكوت اصير مرفوض امامي. لما القديس بولس الرسول يقول الكلام ده، يبقى احنا نعمل ايه ونقول ايه؟ الحقيقه يمكن حبيت المقدمه البسيطه دي، انه انا هدخل جزء من الطقس العملي، هدخل في مكان هلاقي فيه البخور وهلاقي فيه الشموع وهلاقي فيه الايقونات وهلاقي التسبيح. المكان اللي انا داخل ده مش طبيعي، بلاقي انه ده تدريب ليا على حياه السماء، لان زي ما قال لنا
معلمنا بولس الرسول انه ظل وشبه السماويات، وزي ما بيقول لنا يوحنا الراوي حيثما يوجد المسيح توجد السماء. عشان كده هنبتدي الاول بس نشعر وعيشوا معايا الايقونه الجميله دي، وتخيلوا معايا الكلام اللي احنا هنقوله. احنا زي ما بنقول بنبتدي الاستعداد للحضور القداس من اليوم السابق ليه. وانا رايح القداس بعد ما حضرت التسبيحه وبعد ما حضرت وانا رايح الكنيسه الصبح، وانا رايح حاسس ان انا رايح مكان غير عادي، وزي ما بيقول لنا ربنا الذين يبكرون الي يجدونني. جربنا ان نكون بدري واحنا رايحين القداس، جربنا واحنا رايحين الكنيسه نراجع فرحنا لما حضرنا تسبيحه العشيه، وانا رايح الكنيسه فرحان بكل القائلين لي الى بيت الرب الازرق. واما بوصل للكنيسه حاسس ان المكان ده محبوب ليا، وان ده بيتي، وده السما اللي عايشه على الارض عشان اهتدي لخدمه السماء. شاعر ان مساكنك محبوبه الى الرب اله القوات. لما باجي على باب الكنيسه اترك ورايا كل شيء يربطني بالعالم، وبحط قدامي السماء والابديه، وهاخد المسيح معايا اللي قال انا الباب. وانا داخل باب الكنيسه شاعر ان المسيح باب الكنيسه وباب الهيكل وباب السماء، وبيقرع على باب قلبي عشان ارافقه خلال رحلتي للقداس، لغايه ما اوصل لباب الهيكل. بتخيل مراحم ربنا ان انا حاضر القداس وكتير حرموا من البركه دي. اما انا فبمراحمك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافه. وانا بتقبل ستر الهيكل اللي بيمثل ثوب المسيح. بتذكر المرأة نازفة الدم اللي قالت لو مسست ولو قلت ثوبه برئت، وبطرح قدام المسيح أمراض النفسية والجسدية والروحية. بعد ما بخلص ده كله وقف مكاني، هل جربت إيقاع وجهاز استقبالي قلبي عشان يستقبل مشاعر الحب اللي صادرة من المذبح؟ وطبعا باختصار كده القداس الإلهي سيمفونية حب أو معزوفة حب. كل اللي موجودين في الكنيسة مشتركين في هذه المعزوفة. المفروض يكون فيها تآلف، فيها حب، عشان أقدر وأنا واقف في مكاني وضابط إيقاع وجهاز استقبالي القلبي أبقى هل مستعد لجهاز الإرسال اللي مشاعر الحب ومعزوفة الحب اللي صدر من على المذبح من جسد مكسور ودم مسفوك من أجلي. لازم نعيش كل هذه المفاهيم عشان نقدر نستفيد من القداس الإلهي، لغاية ما بأوصل من خلال اعترافي ومن خلال التمهيد لحضور القداس بيبقى نقيت نفسي من جوه بالاعتراف. وجيت وانا حاضر القداس لعند لحظه ما الكاهن بيصرخ ويقول انتم سادة القديسين، هل انا من جماعه القديسين
وانهم يتناولوا من جسد الرب ودمه، ولا انا عديت على كل الحاجات دي يمكن جاي قبل نهايه القداس وداخل زي المدفع على الهيكل عشان اتناول؟ هنا بنراجع كلمات القديس الرئيس الله الإلهي يقول لنا ايه؟ لا يستطيع انسان ان يتناول من جسد الرب ودمه ما لم تكن احشائه في طهر ونقاوه امنا العذراء. ويا ريت نتخيل امنا العذراء وطهارتها وقداستها اللي استحقت ان تحمل المسيح في احشائها زي ما هناخد جسد الرب ودمه في احشائنا. هل لما وصل للحظه التناول من جسد الرب ودمه انا شاعر ان قمه سيمفونيه الحب دي لما المسيح مش قال لنا في تاسيس السر خذوا كلوا هذا هو جسدي، ولا قال لنا ده ربنا، ولا قال لنا ده خبز؟ بعد استدعاء الكاس للروح القدس اللي موجود على المذبح المسيح جسده ودمه الرب. شاعر وانت رايح تتناول انك في طهر ونقاوه امنا العذراء. شاعر ان المسيح وانت بتتناول بيقطع من جسده ويطعمك وينزف من جراحه ويسقيك. يا ريت نراجع كل المفاهيم دي كلها عشان نطلع مستفادين من القداس، وما نطلعش بره القداس نبقى حاجه ثانيه ونسمع كلام بسببكم يجدف على الروح القدس. انا هدخل الكنيسه هبتدي الموضوع الاول اللي هنتكلم فيه وهو موضوع البخور. وهنا حضراتكم زي ما سيدنا نبهنا ان في الجزء ده او في المحاضره دي احنا هندرب نفسنا ازاي نعد بحث مركز. وهنا هبتدي السؤال: اكتب بحثا، يا ريت اكتب بحثا مركزا في احد الموضوعات التاليه اللي هنتكلم فيها، وعشان نبقى عارفين هنتكلم فيه عشان ما نتوهش من بعض. هنتكلم عن استعمال البخور في العباده، الانوار، الشموع، الاناديل والايقونات. وطبعا هنقول بعض مراجع بسيطه كده، وعشان البحث برضه انت اسيبك ان انت تدور على بعض المراجع وبعض الكتب. في اللي قال النفيسه ده في الطقس للقمص يوحنا سلام. في مناره الاقداس باجزاء متعدده، يعني يمكن الجزء اللي احنا بنتكلم فيه في الاجزاء الاولى من السلسله دي حوالي 6 أو 7 كتب في الطقس للقمص مرقليوس عوضان. في كتاب خاص بمقدمات في الطقس واتكلم شويه عن الجزء ده للشماس يوسف منصور، مدرس اللاهوت الطقسي في الكليه الامريكيه. في مذكره للأنبا بنيامين أسقف المنوفيه واستاذ اللاهوت الطقسي في الكليه الامريكيه، في جزء بيتكلم بالتفصيل عن كل الحاجات اللي بنتكلم عنها. بجانب الجزء جانب المكتبه الطقسيه في الكليه الامريكيه فيها مجموعه من الكتب، طبعا مش هقدر اذكرها كلها، لكن عشان اديلك فرصه تتعلم ازاي تعد بحث متكامل. في كتيب صغير للمتنيع من القمص صليب سوريان مركز في الطقس، يمكن نقدر نرجع له لبعض المواضيع اللي هنتكلم فيها.
بالنسبة للموضوع الأول وهو البخور أو استعمال البخور في العبادة. طبعا احنا ليه بنستخدم البخور؟ ولما بندخل الكنيسة زي ما قلت هنلاقي البخور وهنلاقي الشموع وهنلاقي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، ولازم من ساعة ما نبتدي ندخل باب الكنيسة لازم نكون شعارين إن احنا في السماء، وبندرب نفسنا على خدمة السماء، وبندرب نفسنا على عشرة السمائيين، وبنراجع محبتي، وبراجع سلامي، وبراجع فرحي، وبراجع علاقتي بالمسيح أول بأول، وباخد الشحنة الروحية دي بستفيد منها وبتتجدد في حياتي لغاية ما أجي المرة الثانية وأحضر القداس الإلهي زي بطارية بتشحن على طول وضرورية لحياتي الروحية. استعمال البخور في الكنيسة هو أمر إلهي. أمر ربنا موسى النبي في العهد القديم بأنه بإصعاد البخور، وكان مخصص ليه مذبح خاص لإصعاد البخور كان مغشى بالذهب كما يحدثنا الشاهد في سفر الخروج وفي الأصحاح 30 وفي العدد 38. استخدام البخور في العبادة أيضا أمر إلهي كما ورد في نبوة ملاك النبي وفي الأصحاح الأول وفي العدد 11 لما يقول لنا من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدم بخورا لأن اسمي عظيم بين الأمم يقول رب الجنود. في الأصحاح الأول ومن نبوة ملاك النبي وفي العدد 11. والجزء ده بالذات تحول إلى جزء أصيل في القداس الكيرلسي لما الكاهن بيصلي عند مستحق ومستوجب وبيجي عند الجزء اللي بيقول فيه هذه التي تقربها لك جميع الأمم، بيبتدي ياخد يد البخور وبيحطها في الشرية وبيرشم بعلامة الصليب على الجسد وعلى الدم، وهو بيقول هذه التي تقربها لك جميع الأمم. نراجع نقول ملاك النبي عليه السلام من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب لأن اسمك عظيم في جميع الأمم، وفي كل مكان يقدم بخورا وصعيدة طاهرة وعلى هذه الذبيحة وعلى هذا القربان، وبيرشم الشرية وفيها البخور على الجسد والدم. وبعد كده في جزء من القداس الكيرلسي أيضا بيقول الكاهن ويعتبر التقديس الأول في القداس الكيرلسي لما بيقول من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح املأ هذه الصعيدة التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها، وبيرشم بعلامة الصليب على الجسد وعلى الدم، وبالبركة ذلك وبالتقديس قدس. هنا يورينا انه اصعاد البخور مرتبط بالذبيحه الغير دمويه، والذبيحه الغير دمويه مرتبطه بذبيحه الصليب. نرجع نقطه ثانيه برضه انه في سفر الرؤيا يحدثنا عن استعمال البخور لما بيقول لنا لما فتح السفر خرج الأربعة الحيوانات غير المتجسدة والأربعة
24 قسيسا و24 إكليل من ذهب على رؤوسهم و24 جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين. وده تحول أيضا إلى جزء أصيل في تسبحة السمائيين والملائكة والسيدة العذراء اللي بتبتدي طبعا متذكرين وهو كائن معنا على هذا المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا. وبيقول الأربعة الحيوانات غير الجسدانية يقولون تسبحة الثلاثة القديسات وال24 قسيسا جلوس على كراسيهم. وطبعا هنا مش هقول العرش الإلهي وهيبقى 24 قسيس جلوس، لكن المقصود بها الجلوس على كراسي الملك. و24 إكليل من ذهب على رؤوسهم و24 جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا التي هي صلوات القديسين ويسجدون أمام الحي إلى أبد الأبد. هنا بيذكرنا استعمال البخور في هذا الجو الروحي، والكاهن بيبخر في القداس الإلهي. بيذكرنا بناحية الخروج لما كانت السحابة تظلل بني إسرائيل، وتذكرنا بنعمة الروح القدس وبالحلول الإلهي إننا في يوم السمائيين وإحنا في السماء وإحنا على الأرض. طيب أنواع البخور المفروض إن بنستعمل أي بخور؟ معروف إنه حتى في الترنيمة بتاعت العذراء لما بنقول المرمرة الذهب وبخورها عنبر، وطبعا هنا بيشير إلى ريحة العنبر الزكية، ولكن العنبر معروف إنه مأخوذ من أصل حيواني من كبد الحوت. فالمفروض إن البخور اللي يقدم في العبادة في الكنيسة ما يكونش من أصل حيواني، ولكن يكون من أصل نباتي. طبعا البخور المستخدم في العبادة هو 4 أنواع من المسموح بها، اللي هو حصى اللبان والعود والجاوي والسندروس. والخلطة دي بيبقى ليها رائحة ذكية بتذكرنا برفع البخور وارتفاع صلوات القديسين أمام العرش الإلهي، فيشتمها رائحة بخور زكي ويتنسم منا رائحة الرضا. طبعا لما نتكلم احنا بنصعد البخور في الشرية، وطبعا الشرية جاء من اسم القبطي تيشوري يعني المضمرة. وطبعا هتكلم في إجازة اسمها كلام كتير، لكن أنا بركز دلوقتي إنه الشرية لها بطن مجوفة سفلى بتشير إلى بطن العذراء، والفحم اللي موجود فيها بلونه الأسود بيشير إلى طبيعتنا البشرية الساقطة، والنار بتشير إلى جمر اللاهوت واتهاع حال الفحم بالنار بيشير إلى اتحاد اللاهوت بالناسوت في بطن الأرض. الشرية ليها 3 سلاسل بتشير إلى الأقاليم الثلاثة، وبيتحدوا من فوق مع بعض، بيشير إلى الإله الواحد المثلث الأقانيم، والقبة العليا بتشير إلى السماء، كما أنها تشير إلى السيدة العذراء السماء الثانية الجسدانية. الخطاف اللي موجود متدلع حرفه إلى أسفل
بقول إنه مركز عشان ما يبقاش فيه من الشرق ومن الغرب، يبقى جزء مركز وفي نفس الوقت موصل. بالإضافة للمراجع اللي أنا قلتها في شبكة المعلومات الدولية لقينا في بعض الحاجات بتتكلم عنها. بالنسبة للأنوار في الكنيسة، الأنوار أولاً بتشير إلى الحضور الإلهي، وبتشير أيضاً إلى أن الكنيسة وهي منورة بتشير إلى أورشليم السماوية التي يضيئها مجد الله والنور الحقيقي المسيح في وسط. لما بنتكلم عن النور، طبعا غير انه امر الهي وممارسه رسوليه، بيذكر لنا سفر الاعمال في الاصحاح 20 انه في اول الاسبوع ولما كانوا مجتمعين لكسر الخبز، يقول لنا القصه بتاعت افيديكوس في الاصحاح 20، ويريد راجع الاصحاح مع بعض. يقول لنا ايه؟ وكانت العليه مضاءه بمصابيح كثيره. طبعا العليه كانت تشير الى برضه كنيسه العهد الجديد، وبتشير الى السماء. وطبعا انا مش عارف وقتها مصابيح كثيره، المصابيح الكثيره دي ما كانش اكتشف لسه الكهرباء والكلام ده، لكن سفر الاعمال يقول لنا انها كانت مضاءه بمصابيح كثيره، وتشير الى الكنيسه وتشير لاورشليم السمائيه. وهنا النور بيشير الى الحضور الالهي، النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آت الى العالم. وزي ما المسيح تجلى على جبل طابور وكان في سحابه مضيئه تظلله واضاء وجهه كالشمس وثيابه كانت مضيئه بالنور، هكذا المسيح يتجلى في كنيسته ووسط شعبه. عشان كده استعمال النور جزء اساسي في العباده وفي الكنيسه. الاضاءه والنور ايها الاحباء موظف توظيف كامل في الطقس. بنلاحظه قوي في الجمعه العظيمه وفي ليله ابو غلامسيس او سفر الرؤيا، السهره اللي بتسهر فيها الكنيسه لغايه قداس سبت الفرح. طبعا احنا بننور الكنيسه كلها زي ما الاباء علمونا، وانها تشير الى اورشليم السمائيه. وهنا نلاحظ انه المذبح خلال الجمعه العظيمه وكل الكنيسه بتبقى منوره. امتى بيطفي النور وبتخرج الكنيسه عن المفهوم ده او الطقس في الوقت الذي يعبر عن شيء مهم جدا؟ حد يقول لنا؟ بننور الكنيسه تبقى منوره. امتى بتطفي الكنيسه يوم الجمعه العظيمه؟ الساعه كام؟ الساعه 3، الساعه 6. وكان الظلم على وجه الارض واسلم السيد الروح. فهنا بيشير الى انفصال الروح عن الجسد، لكن لاهوته لم يفارق نسوه. ونلاحظ انه بيطفي الانوار من الساعه 6 للساعه 9، لكن بنلاحظ انه الهيكل بيبقى منور عشان بيشير الى انه رغم انه روحه فصلت عن جسده، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته، زي ما بنقول لا لحظه واحده ولا عنه. بنيجي في
بنلاقي رغم انه الاباء بيعلمونا والمفروض ان الكنيسه تكون مضاءه بالنور الباهر ليشير لكل المفاهيم الروحيه اللي احنا قلناها، انما من عند بعد الدفنه بيظل المسبح منور بيشير الى الحياه من المسيح دفن في القبر، وبيأتيك هنا ممثل القبر، لكن في حياه وفي نور، ولاهوت المسيح لم يفارق نفسه. لكن بنلاقي الكنيسه كلها اضاءتها خفه، نص اضاءه. ليه؟ بنلاقي الطقس في الليله دي المزامير كلها اللي بتتكلم في ليله ابو غنوسيس، بنلاقي المزمور نصه بيتقري باللحن الحزيني، والنص الثاني باللحن ايه؟ الفراكل سنوي بيتقري باللحن السنوي. ليه طب ما بنقراش باللحن الفراكل؟ لأنه بيمثل حالة بين الحياة والموت المزامير، وطقس الكنيسة وأضواء الكنيسة بالمطلوب كافة له مطفي يشير إلى ظلمة الموت، ولا النور يشير إلى الحياة، لكن بيشير الطقس إلى المرحلة اللي بين الحياة والموت. لكن بيظل المسبح مضاء يشير زي ما قلنا لحضراتكم انه لاهوت السيد المسيح لم يفارق ناسوته وهو حي بلاهوت. لغايه ما الترنيمه الظريفه اللي بنقولها في توزيع قداس سبت النور، أغيوس أصنطوس نايلان، أيها القدوس الغير المائت، ما بيقولش الحي بقى عشان يشير إلى الحالة اللي بين الحياة والموت، وحرف الألفا قبل سنطوس يعني المائت، فبتبقى الغير مائت نايلان الحمد. لغاية ما بنيجي في تفسير القيامة يوم السبت بالليل بالاحتفال بقداس القيامة، وبنلاقي ان في اللحظة دي بتطفي الأنوار كلها، لكن بنلاقي الشمعدانين اللي كانوا بيمثلوا الملاكين اللي عند القاص وعند الرجلين بيبقوا مضاء، وبيشير إلى الحياة اللي دابة في القبر لغاية ما بتكمل تمثيلية القيامة، وبيقوم النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم، وبنلاقي الكنيسة كلها بتتوهج بالنور. الشيء اللي بعد كده، طيب مواد الإضاءة، طبعا النور والحاجات دي كانت يعني حديثة، لكن كانت الأنوار أو الكنيسة بتضاء بإيه؟ كانت بتضاء بالشموع، وكانت بتضاء بالأناديل، وكان عشان استخدم النور أو أطلع بتاع، كان قديما يستخدم حجرين من الزلط كده، زلطتين، ويبتدوا يخبطوهم ببعض، الاحتكاك بينهم بيولد حرارة، يطلع شرارة ممكن يولعوا منها شمعة، وممكن الشمعة دي أو أي فتيلة أو أي حاجة ويستخدموها كمولد للحرارة، وأيضا للإضاءة. مواد الإضاءة، طيب إيه هي؟ طبعا حديثا دلوقتي الكهرباء، لكن أساسا يعتبر الشمع والأناديل من مواد الإضاءة. وزي ما بيعلمنا العهد القديم اللي كان فيه المنارة الذهبية بتضاء، المنارة الذهبية بتضاء وقت
النهارده. الشمع المواد المستخدمة في الإضاءة أيضا لازم بتكون من أصل نبات. طب الشمع اللي بيستخدم لابد وأن يكون من أصل حيوان. وبيستخدم الشمع بقى في الطقس المفروض إنه بيستخدم من شمع العسل. وهنا بيشير إشارة واضحة زي ما النحلة بتلم الرحيق بتاعها من زهور كثيرة لها رائحة ذكية. هكذا طبعا بندور الشمع دي قدام أيقونات القديسين بتشير إلى أعمالهم وأنهم كانوا نور لنا، وأنهم جمعوا الفضائل وجمعوا فضائلهم وصاروا أمامنا نموذج لنرى نهاية أعمالهم ونتمثل بإيمانهم. الأناديل كانت زمان للإضاءة، أيضا تستخدم الإضاءة فيها من أصل نباتي وهو زيت الزيتون النقي. وهنا الزيت من ضمن إشارات أو رموز أو عمل الروح القدس في النفس البشرية، رمز من رموز الروح القدس. فكانت الإضاءة مواد الإضاءة من الشمع، وكانت أيضا من الأناديل. الأناديل كانت بتصنع من الزجاج وأحيانا من الفضة وأحيانا من الذهب الخالص وتضاف بزيت الزيتون. بعد نهاية الخدمة في القداس الإلهي بنلاقي إن تطفى كل الأنوار ما عدا ضوء واحد. حد يقول لي إيه هو؟ مش سامع. أنتي الشرق؟ أنتي الشرق؟ أنتي الشرق؟ مظبوط الكلام ده؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ بينور على طول؟ طب بيشير إلى إيه؟ أولاً بيسمى إيه؟ أخوميتوس أو أخو الذي لا ينام. طبعاً الألف اللي في الأول بتنفي الفعل، يعني خوم يعني ينام، وهيبقى خوم يعني لا ينام. ومن هنا جاءت بعض الكلمات التي تستخدم في اللغه العربيه لما في واحد تلاقيه ينام كتير يقولوا ايه؟ ده خوم النوم، جايه من خوم من النوم. ايضا في بعض الكلمات القبطي بنستخدمها لما نقول امشي، جايه من الكلمه القبطي اللي هو يمشي يعني موشي. في حاجات كده. وفل الطعميه اللي بتسمى الفلافل، يعني كلام كتير بنستخدمه من اللغه العربيه من القبطي بيستخدم كتير في اللغه العربيه وحاجات شكل. الايقونات عشان ما يسرقناش الوقت. طبعا الايقونه بتعبر باختصار شديد عن صفات القديس اللي بتمثله الايقونه او حياته او سيرته. نلاقي مثلا في ايقونه للانبا بولا انه في الايقونه موجود الغراب وموجود رغيف الخبز اللي موجود فيه، والانبا بولا بملامحه البريئه دي يروي قصه الايقونه. نلاقي ان اول ايقونه استخدمت يروي لنا التاريخ الكنسي انه استخدمها لغه الطبيب، وزي ما كان متعدد المواهب القديس لغه الطبيب
كان طبيب، وكان أيضا عنده فن الرسم. فاستأذن السيدة العذراء وهي حاملة ابنها ورسم صورة وملامح السيدة العذراء وهي شايلة المسيح. ويمكن دي من الاعتبارات الأساسية اللي تداولتها جميع الكنائس اللي فيها السيدة العذراء الملكة وهي حاملة ابنها في الأيقونة الشهيرة. بنلاقي إنه يمكن فن الرسم وفن التصوير يمكن ابتدى المسيحية تعرفه من قبل الأول الميلادي، وتميز بالفن القبطي في رسم الأيقونات، وتتميز الأيقونة في القبطي بالعينين الواسعة المتسعة، بتشير إلى قوة البصر وقوة البصيرة أيضا، أنهم اختاروا طريق المسيح وسلكوا وكان لهم رؤية روحية وعلمونا فضائلهم وسيرتهم. فلما ندخل الكنيسة ترتيب الأيقونات بيكون إيه؟ بنلاقي إنه في على الباب الملكي للهيكل الأوسط بتبقى موجودة أيقونة الصليب ويوحنا الحبيب وأمنا العذراء أسفل الصليب، وبيوجد الرصين اليمين والشمال. وهنا بيورينا إن في كتير بيقبلوا الإيمان ويعيشوا إيمان النص الأيمن وبيكون مكانهم اليمين، وفي كتير بيرفضوا المسيح فبيكونوا على الشمال المسيح في الأبدية، إلا أنهم اذهبوا عني لست أعرف. تحتيه بقى أيقونة العشاء السري أو العشاء الأخير، وهنا بيشير الصورة الطقسية إلى أن موجود فيها ال 12 تلميذ، ال 11 حوالين المسيح، وفيها يهوذا وهو بعد ما أخذ اللقمة وهو سيعطيهم ظهره وانفصل عن الرسولية، وبعد كده بعد ما استبدل ورجعوا ال 12 زي ما هم بيتعيشوا على حجاب الهيكل، 6 من هنا و6 من هنا. في أيقونة العذراء بترتبها عن يمين الخارج من الهيكل، وبيعطيها كائن البخور في كل مرة يخرج من الهيكل، نعطيك السلام على طريق المدام قليل، السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. وعلى الجانب الآخر طبعا يكون السيد المسيح إشارة إلى أن الملكة جلست عن يمين الملك، وبجانب أيقونة العذراء تبقى أيقونة البشارة، وجنب أيقونة السيد المسيح بتبقى أيقونة النعمات أو أيقونة يوحنا المعمدان. والكاهن وهو خارج من الهيكل بيديه البخور، بيقول له السلام ليوحنا بن زكريا، السلام للكاهن ابن الكاهن. بقية ترتيب الأيقونات طبعا مش هتسع الوقت لذكرها، يا ريت تكملوا لنا في البحث اللي هتعملوه بالترتيب اللي هو في الكاتدرائية المرقسية للأنبا لويس، وفي أي تبروشية في الأسقفية، وفي نفس الوقت نفس الترتيب اللي هو موجود في دورة الشعانين ودورة الصليب اللي بيتقري قدام كل أيقونة الإنجيل الخاص بيها. شافوا لنا وقت ولا
بالنسبة لنا هي السماء على الأرض، نعيش في كل مرة ندخل الكنيسة ندرب أنفسنا على خدمة السماء حتى نؤهل بالحقيقة إلى خدمة السمائيين وفرح السمائيين وأمجاد السمائيين.